طيب ده فيديو سريع قوي، مش مجهز له، مش كاتبه، مش هعمل له اديت حتى، بس لازم اننا نتكلم في الموضوع دوت، ولازم نستغل الاحداث اللي حاصله وهي وفاة احمد رفعت. ربنا يصبر اهله يا رب. ولازم نتكلم في الموضوع ده. المعلومة اللي احنا لحد دلوقتي متأكدين منها وهي ان احمد رفعت سبب مرضه وسبب موته هو انه كان بيعدي بوقت وحش وازمة نفسية واكتئاب. وبصراحة كتير قوي من اللعيبة، كتير قوي، بل اقدر اقول كلهم هم في اكتئاب دايما وبيعدوا بأزمات نفسية وحشة، وللأسف احنا بقى كجمهور احنا سبب في ده. لو قعدت اسمي مثلا شيكابالا، رمضان صبحي، محمود علاء، عبد الله السعيد، كهربا، امام عاشور، طاهر، لو قعدنا نسمي مصطفى شوبير، لو قعدنا نسمي مش هنخلص. كل دول عدوا في وقت دروبس واكتئاب واحنا كنا السبب فيه. بسبب اننا عايزين نركب الترند، بسبب اننا عايزين نهده نفسيا عشان يقع، علشان نتفوق عليه احنا كمنافس، عشان مستواه مش حلو، علشان راح نادي منافس لينا. كل الناس دي ليها حياة يا جماعة، كل الناس دي ليها أهل بيخافوا عليهم، كل الناس دي بيناموا متضايقين وممكن يتعرضوا لاكتئاب، ممكن مستقبلهم يضيع زي محمود علاء. مستقبله ضاع فينه من ساعة ماتش القمة بتاع القرن، فينه مستقبله ضاع ليه؟ لمجرد بس ان حبينا نهده نفسيا احنا كجمهور اهلي. وانا مش هخلي نفسي من المسؤوليه دي، انا كنت سبب في ده. انا كتير كنت كمتعصب في وقت ما وانا بشجع الكوره، كنت متعصب وكتير كنت ببقى سبب في الحاجات ديت. اللعيبه ديت فيهم كتير ناس انا اعرفهم شخصيا وعارف ان قد ايه الموضوع بيأثر عليهم نفسيا، وده اللي ادركته وخلاني ما بقاش متعصب بعد كده. انا كنت متخيل اللي هو بقى برمي افيه، بضحك شويه، بهزر وبتاع. لا، الناس دي يا جماعه ليها اهل، الناس دي عندها مشاعر، الناس دي بيوصل لها الكومنتس ديت. في حد معين كده كنت واحد صاحبي هو حد مشهور يعني، بعت له بوست مكتوب عنه، لقيت كل المسج اللي بعتها لي هي مسج واحده بيقول لي شوف كده الكومنتات مليانه شتايم كتير. واكتشفت ان هم بيتاثروا بالكلام ده، هم بيوصل لهم، هم فارق معاهم قوي الكلام دوت. والدة لعيب كورة أعرفها يعني شخصيا، بتكلمني من فترة قريبة وبتقول لي قد إيه هي مكتئبة بسبب الكلام اللي بيتقال عن ابنها. وقد إيه بتحاول إنها تبعد السوشيال ميديا عن ابنها عشان ابنها ما يدخلش في حالة اكتئاب أكتر من اللي هو فيها. اللعيبة دي يا جماعة عندهم أهل، اللعيبة دي عندهم ولادهم بيروحوا المدرسة بيتعرضوا لتنمر لبس إن بابا فلان. ليه؟ حرام علينا. خلينا نستغل الموقف والحاله بتاعت دلوقتي والمصيبه اللي احنا فيها ديت بتاعت احمد رفعت في ان يكون تغيير للي بعد كده، تغيير لاننا تولع الكوره، انها تولع الدوري، ان يولع الاهلي ويولع الزمالك، مقابل ان واحد تكون نفسيته مش كويسه. وما تشتروش من الاعلام اللي بيحاول يحسسكم ان الكوره ديت هي الحياه او الموت، ان لو الدوري راح دي نهايه العالم، ان هو لازم يحسسك بده عشان تفضل تتفرج عليه. انت لو حسيت انها بس مجرد رفاهيه انت مش هتتفرج عليه تاني. وده الفرق بين الكرة والفن والسينما. بنشوفش برامج تحليل افلام ليه؟ لان احنا عارفين ان السينما او الفيلم في الاول وفي الاخر نجح فشل، ده في الاول وفي الاخر حاجه ترفيهيه. لكن الكرة لازم يحسسوك انها نهايه العالم، ويبقى في استوديوهات تحليليه، وان هو عايز يبيع لك الفكره دي. من فضلكم ما تشتروش الفكره دي. تولع الكوره ويولع الاهلي ويولع الزمالك ويولع بيراميدز، بس اهم حاجه اللعيب يكون صحته كويسه، اللعيب يكون نفسيا كويس، اللعيب ما يكونش في اكتئاب، اللعيب مستقبله ما يتدمرش، اللعيب ولاده يمشوا ان هم فرحانين ويقدروا يتربوا كويس. حرام علينا يا جماعه اللي بنعمله في الناس دي، بجد حرام.